المؤلم جدا جدا من مدينه الدار البيضاء. قبل ما غنبداو اللقاء ديالنا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد ورياكشن جديد على قناتكم صوت الحرة. وهذه المره جبت لكم واحد المقطع اولا واحد الحوار اللي دارته الصحافه ديال شوف تيفي مع سميرة البقالي، واللي من خلاله غادي نحطوا يدينا وغادي نسطروا بسطر احمر على غرارين عيشه او المدعمين المساندين للفساد اللي كانت كتنشر عويشه، واللي هما بيديهم وصلوها لهذا المصير هذا، واللي كان عندهم دور كبير في هذا المآل اللي قالت ليه الحاله ديال هويا مسطر. حيت الوقيته اللي كانوا الناس كينددوا كيستنكروا كيقولوا اللهم ان هذا منكر، كان في المقابل دوك المدعمين اللي كيسموا راسهم بين قوسين الجيش الهلامي كانوا كيصفقوا ليها وكيزيفوا لها الحقائق وكيغلفوا لها الحقيقه بالباطل، وما عمرو ما وراو وجهها في المرايه ولا شي مره قالوا راه داكشي اللي كديروا خطا، بل على العكس كانوا كيصفقوا ليها وكيجازيوها على كل فساد كترتكبوا بهدايا ودعم مادي وسوبر شات وحوالات وحتى دعم معنوي. حنا كنا كنسمعوا المكالمات والمداخلات ديالهم سواء كانوا في الخفاء ولا في العلن، والاخطر من ذلك انهم كانوا كيهاجموا اي انسان كيقول كلمه الحق الا وكيبغيو يخرجوا يضربوا ليه في العرض ديالو، ولكن طبعا يدهم كانت ديما طايحه في التراب وغتبقى دائما طايحه في التراب. وفاقد الشيء لا يعطيه، وهما فاقدين حياتهم، فاقدين اخلاقهم، عرضهم، كرامتهم. كنا دائما كنتكلموا كنقولوا بان كل من يدعم فاسد فهو فاسد، والفساد ديال هويام كان باين للعيان، ما كانش محتاج اننا نشيروا عليه، كان باين. ينفوت تفرج في الفيديوهات ولا الله يفاد ديالها غادي يبان لك انها انسانه فاسده على جميع المستويات، والاخطر من ذلك كانت مفسده، كانت كتبجح بالفساد ديالها، ويوم على يوم وبفضل ذاك الكلام وذاك النفاخ اللي كانوا كينفخوا فيها بدات كتطلع وكتجبر وكتطغى، لانه دوك المدعمات ديالها كانوا كيعاونوها على الفساد ونشر الفساد، كانوا كيغرروا بها، واي حاجه كانت كديرها خايبه كانوا كيشكروها وكيمدحوها، عوض على انهم يقولوا كلمه الحق اللي ما كيعرفوهاش اساسا هم. حتى تيقات راسها ولات كتحسب راسها ملكه اليوتيوب وفوق الناس كاملين وفوق القانون، ولات متيقه راسها انها شريفه عفيفه وام ديال الاطفال وانها كتقوم بالواجب ديالها، في حين انه هي مجرد مدمنه نرجسيه انانيه ومهمله ما عندها حتى شي علاقه بالامومه، ومواطنه غير صالحه وحتى ابنه عاقه. طبعا دفاعهم عليها باستماتة ما كانش لوجه الله او لانهم باغين لها الخير بل على العكس، والا ما كانش غتوصل لهذا المصير دابا. هما كانوا كيدافعوا على لانها كانت عندهم مصلحتهم فيها بطريقه او باخرى، مصلحه معنويه ولا ماديه، المهم كانوا مستافدين منها. كاين اللي باغي يطلع قناته على ظهرها كيتملق لها وكيحصل لها الكابا، كاين اللي يدير بها الصينيه ويجمع بها المساعدات والمعاونات ويرسم الصوره ديال الام حقها ام الاولاد وام الايتام، كاين فيها اللي كتبرد ليه غدايدو في المجتمع المغربي لانهم عامرين بالاحقاد وهازين واحد الثقل واحد التراكمات من الماضي ديالهم اللي كانوا كيعيشوه، وكاينه اللي كتمثلهم حيت كيشبهوا ليها بحالهم بحالها. داكشي علاش هاد عويشه هادي ملي كانت كتخرج كدير شي حاجه فاسده وشي فضيحه ولا شي شوهه كانوا كيخرجوا من الغيران ديالهم وكيبانوا وكيدعموها وكيصيفطوا لها السوبر شات والحوالات وكيبرعوها في الوطيلات وكيبقاو يتغزلوا فيها ويمدحوا فيها بالكلام والاتصالات، وكأن هاد السيده كدير شي انجاز وهي في الحقيقه كتمارس غير الفساد لا اكثر ولا اقل. وهما نفسهم هاد المداليل هادو اللي ما عجبهمش الحال من تم اعتقال المسمات هويا مسطار، ما عجبهمش الحال ان القانون ياخذ مجراه وان صوت الحق يعلو، ما عجبهمش الحال انهم سدوا لهم ديك القناه داك وكر الدعاره اللي كانوا كيتجمعوا فيه على الافكار الفاسده وعلى الفساد الالكتروني وغير الالكتروني، ما عجبهمش الحال انهم شدوا لهم بوق من ابواق الفساد اللي كانوا من خلاله كينشروا الخنز والوسخ ديالهم وباغيين يخربوا المجتمع ويسيئوا ليه، بغاو يوسخوا كل شيء. ما عجبهمش الحال ان السلطات المغربيه بدات الحمله ديال التنظيف واخيرا وصلها الصوت ديالنا ولبات نداء ديال المغاربه الحرار. ما عجبهمش الحال ان ريبات لهم داك المحراب اللي فيه داك الصنم ديال الفساد اللي كانوا كيعبدوه واللي كانوا باغيين يردوه اله وينشروا الثقافه ديال الفساد والافساد. مع ماما سميره، الاستاذه سميره البقالي، رئيسه جمعيه مفتاح وحلول، غنبغي ندير واحد الاشاره بزاف ديال ماشي بزاف، هما راه في حقها واحد الشير ديما، واحد القله قليله اللي تا هما الدور ديالهم راه جاي اكيد. هنا هاد الصحفيه فاطمه الزهراء غادي تتكلم على هاد الشر ديما اللي فعلا هذا هو اللقب اللي كانت القله القليله جدا اللي كانت كتدعم هاد هويام، واللي ابارامون ما عجبهاش الحال ملي هاد هويام تم الاعتقال ديالها. كما تقاسيتوا حتى نتوما وركبكم جنون العظمه والوهم والخيال وليتو باغيين تدخلوا في الشؤون الداخليه الامنيه ديال البلاد. هاد البلاد راه عندها مالها وعندها الشرفه وعندها سيادها ولليات اللي يسيروها واللي عارفين اللي ينفع واللي يضر، وهويامكم بين ايدي القضاء واللي غيقول الكلمه الاخيره فيها والفاصله. في هذه الحمله التطهيريه بونضيف اللي دايرها الدوله مشكوره،
حتى شي واحد ما يضحك على مآسي الناس، حتى شي واحد ما كيتجاب مآسي الناس، حتى واحد ما باغي يحيد لشي واحد ولادو، وحتى واحد ما باغي يبان على ظهر هويام، وحتى جمعيه ما خاصها ما محتاجه انها تبان باش دعي هويام. درتو دابا الجمعيات نفس الهضره اللي كانوا كيقولوهم على قنوات الانتقاد، ملي كانوا كيخرجوا الناس وكيستنكروا الافعال الشيطانيه ديالها، اشنو كيلقاو ما يقولوا؟ حقا باغي نطلعوا قناتكم عليها، باغي نطلعوا الادسنس عليها، باغي نديروا البوز بها. دابا ولاو ثاني الجمعيات اللي باغيين يطلعوا على ظهر هويام. دابا هاد الكلاخ، هاد القطيع اللي متبع هاد هويام هادي، راه عندهم كلاخ مركب، كلاخ لا نظير له. زعما هاد الشعب المغربي ما كيشوفش الفضائح ديال هويام، زعما هاد الشعب المغربي ما كيبان ليش راه هويام تستحق انها تعتقل وتعاقب. زعما هاد المغاربه هادو ما كيشوفوش لابسه هاد هويام طاقه الاخفاء، ما كتبانش لعباد الله شنو كدير. ما فهمتش انا هاد العقليه وهاد التركيبه ديال هاد البشر هادو اللي متبع هاد خيتنا هادي منين جاي ومن اين كوكب جاي. تفكيرهم محصور ومحدود، دايرين بحال ديك النعامه اللي خاشي راسها في التراب وكيسحب لها راه ما كيشوفها الصياد، وهي راه عورتها كاع مكشوفه وباينه. فاصلوا وجوهكم، قال لك بقاو فيهم الاطفال ديال هويم حيت بعدوا على امهم، على اساس ملي كانوا معاهم كانوا عايشين في الخير وفي الخمير، على اساس ملي كانت امهم معاهم كانت تدير الدور ديال الامومه. ولا نسيت متيقين ديك الاكذوبه اللي اخترعتوها ديال هيام الام الصالحه والحاضنه لاطفالها، تيقتوا ديك الكذبه. وراه الناس راه اذكى بمراحل باش يفهموا انه الخير ديال دوك الاطفال في البعد ديالو على ديك الام المدمنه، انه هي خصها تمشي تعالج ومن بعد ترجع لولادها الا تعالجات، انه خير لوك الدراري يبعدوا على ديك الحياه اللي عايشين مع ديك الام. انا من كتكذبوا فعلا فيه الانسانيه وباغي الخير دوك الوليدات وباغي الخير حتى لديك الام، راه من مصلحتها انها تمشي تعالج وتعاقب وتخلص اخطائها باش تردع وترجع لتصرفاتها. اللي باغي بصح الخير دوك الوليدات غادي يفكر في مصلحتهم الاوليه، ومصلحتهم حاليا هي انهم يكونوا بين ايدي ناس اللي هما سليمين الفطره، ناس اللي غادي يعطيوهم الخير اكثر من الشر. اللي باغي الخير دوك الوليدات غيفهم انه ديك الام النرجسيه حاليا ما عندهاش المسؤوليه وما عندهاش الكفاءه انها تربي دوك الاطفال تربيه صالحه. اذا خرجوا من رونتكم. انا استغرب كيف يعقل على ان كاين بعض الناس اللي خرجوا كينتقدوا هذه الحمله التطهيريه وكينتقدوا هذه المجهودات الكبيره اللي قامت بها الدوله وهذه المجهودات. انه ما تستغربيش لانه هاد الناس هادو اللي دابا خارجين ماشي كينتقدوا بزاف عليهم الانتقاد، ما عنده حتى علاقه بالانتقاد، هادو خارجين كيدافعوا على الفساد وكيدعموا الفساد في صوره هويا مصدر. هادو اللي خارجين دابا كيقول لك حقا علاش الجمعيات يقدموا بها شكايه، هادو راه هما نفسهم اللي كانوا كيدعموها ملي كانت في القناه كتنشر الفساد. وطبيعي على انه ما يعجبوش الحال حيت هما باغيين الفساد يشيع في البلاد، هما باغيين هويام والاشكال ديالها يبقاو في البلاد، وواخا تمشي هويام غيقلبوا على شي مصيبه اخرى يعاودوا ثاني يتلبطوا بها عاوتاني باش نشروا لهم الفساد اللي كيبغيو. دونك ما تستغربوش لانه هاد الناس اساسا كانوا كيدعموا وحده فاسده، فطبيعي الاعتقال ديالها ما غاديش يعجبهم الحال. حنا ملي كنا كنخرجوا كنقولوا اللهم ان هذا منكر ما كانش عاجبهم الحال، كانوا حنا كيخرجوا كيهاجمونا حنا، فطبيعي غيخرجوا يهاجموا دابا الصحافه وغادي يخرجوا يهاجموا الجمعيات اللي قدموا شكايه بهويام. هذا امر مفروغ منه اللي قام بها لا القضاء المغربي النزيه ولا النيابه العامه ولا الصحفيين ولا المجتمع المدني، ماشي ضد اشخاص. حاشا حنا ما عمرنا بغينا نصيفطوا شي واحد للحبس، عمرنا ما بغينا شي واحد يمشي للحبس. ما عرفتش انا لمن كتبرروا لمن كتشرحوا ما فهمتش انايا. ياك قلتي شير ديما وقله قليله، اذا لاش غتعطيوهم هذا الاهتمام هذا وغتشرحوا لهم علاش حنا اعتقلنا هويام؟ حنا عندنا ثقه في المؤسسات ديالنا وثقه في الامن ديالنا وثقه في التسيير ديال البلاد. يعني هاد الناس ما جاوش لقاو القبض على هاد هويام وهي بريئه ما دايره حتى حاجه، ما ظلموش هاد هويام. الاعتقال ديال عائشه الصريدي كان مساله وقت لا اكثر ولا اقل. الخرجات ديالها لا مسؤوله والضرب ديالها في المؤسسات وفي المقدسات وفي القيم والاخلاق ونشر الفساد وتعنيف الاطفال راه كان باين، ما محتاج زعما اننا نسطروا عليه. الفضائح ديالها راه في اليوتيوب، دير غير هويا ويطلع لك الفضائح ديالها. ما فهمتش علاش باغيين توصلوا الفكره انه زعما الاعتقال ديال جاكم مغرب وتفاجئتوا فيه. هي كانت مساله وقت وجات الوقيته ديالها وراه غادي تعاقب وتخلص الاخطاء ديالها. المقدمه اللي عملتيها مدام فاطمه الزهراء لا داعي لها، كتعطيو الاهميه لمن لا اهميه له. شكون هو هذا اللي معترض على ان المخزن داير خدمته؟ شكون هما هادو اللي معترضين على ان المخزن اعتقل وحده اللي فضائحها خنزات اليوتيوب؟ عوض انك توجهي هذه الكلمه لهم كان الاجدر بك انك تشيري على انهم شركاء في الجريمه، هما غرارين عيشه. الا كانت هاد عويشه دارت شي حاجه راه حتى هما كانوا معاها
والادله راه كاينه في السوشيال ميديا، الادله راه دايره، المداخلات، التعاليق ديالهم، الدعم ديالهم المادي والمعنوي. الا قلبتوا التليفون اكيد راه غيكونوا فيه بلاوي وكوارث. اذا هاد عويشه هادي الا كانت كترتكب شي جرم راه كاينين معاها شركائها، وشركاء هادوك اللي كانوا كيقولها زيدي عطي فعلي تركي حتى هما شركاء معاها. ما عجبهمش الحال طبيعي، لانكم قصتوهم في واحد القناه اللي كتنشر الفساد باسمهم، قصتوهم في البوق ديالهم اللي هما كيتكلموا به، في الصوت اللي كيهضروا به، قصتوهم في وحده اللي كانت كتنشر الافكار المتطرفه اللي هما كيدافعوا عليها وكيامنوا بها. اذا هادو اللي خارجين دابا ما عاجبهمش الحال حنت القضاء دار خدمته، حتى هما خصهم يدار معاهم الاجراءات، لانهم شركاء معاها، باغيين يتحداو الدوله وباغيين يشككوا ويضربوا في النزاهه ديال الامن ديالنا. الامن ديالنا راه ما تعداش على هاد عويشه. نتوما الا ما عجبكمش الحال وما عجبكمش القرار ديال النيابه العامه، دوروا راسكم مع اقرب حيط وزدحوا معاه، ولا شربوا الماء ديال البحر. اكدوا ان نوبتكم جايه، المخزن راه ماشي ناعس على ودنيه، راه كلشي تحت المجهر، وداك الشيء اللي كنتو كديروا معاه في الخفاء غادي يجي نهار وغادي يخرج للعلن. راه صدقه ما نقال، راه دبانتكم كتزنزلوا، حتى حنا نيت ما كرهناش تخرجوا للعلن ونشوفوا شكون هما هادو وعلاش كنتو كدعموها وعلاش كنتو كدافعوا عليها وشنو الهدف وراء دعمكم ليها. مثل هاد ماشي التفاهات، كنسميوش تفاهات، تفاهه حاله سهل. هاد القدوه السيئه وهاد قله الحياء وهاد الاساءه. اذا هانتوما عارفين انها قدوه سيئه وعارفين انها اساءه للمجتمع المغربي، علاش غنطلع نشرح انا الوحدين كيدافعوا على القدوه السيئه؟ علاش غنبرر لهم ونقول لهم راه حنا درنا خدمتنا؟ يضربوا راسهم مع الحيط. هادو اللي كيخرجوا دابا كيحلوا فمهم هو يتجرؤوا ويمشيو للمحكمه ويقول لهم علاش شديتو هيام اللي نسميه فيهم، يمشي للمحكمه. ما يقدروش لانهم عارفين راسهم انهم كيدافعوا على الفساد. هما بحال دوك الخفافيش كيخدموا غير في الظلام، بحال داك الحشر داك الدود ديال الارض كيخدم غير لتحت، ما يقدرش يخرج على النور. عكس ديالنا حنا اللي كنتكلموا بصوت عالي، واللي كلمتنا من النهار الاول بقات، وقلنا انه هي مخصص السجن باش تربى، وباقيين كنقولوا وغنبقاو كنقول بدون خوف بدون ياس بدون ملل، مع انه كانوا كيحاولوا مرات عديده على انهم يزرعوا الياس في قلوب الناس. ملي كانوا كيخرجوا كانوا كيكتبوا هي معمره ما تشد، وهي معمر ما يطلق القبض عليها. ودابا هي فينا هي بين ايدي القضاء غيقول الكلمه ديالته فيها، وحنا عندنا ثقه في القضاء ديالنا. اللي ما عجبوش القرار ديال القضاء وما عجبوش القرار ديال المحكمه يمشي ويعطي رايه ويعطي كلامه، الا نسميه كاين يمشي يخرج بصوته وبصورته ويهضر. اما باش يبقى كيدير غير التبرغيز والفتنه وغير من تحت الدف ويخدم في الظلام، فاحنا اساسا ما كنعترفوا لا به ولا بهوية ديالهم. والى ما زبلت التاريخ هما وهي كل من يدعم هذه الفاسده، الى ما زبلت التاريخ. واللي يفرق شمل واللي يشوي لينا شي كبده. وماما سميره راه راه ماشي قلبها قاصح ولا قلبها حجر. واش انت اللي صيفتي هويا من الحبس؟ ابدا ابدا. انا مقبله وانا كنبكي لان ما غاديش نبكي للمغاربه باش نقول لهم، لان انا جده. فانا كنشوف فيهم احفادي، هادوك احفادي اللي عاد انا رياجي من مده طويله، وعارفه ان فاطمه الزهراء خدمت على هويا. فهي دائما تنقول هويا بنتنا وديالنا. كي كتقولي واحد الكلمه اللي هذه رائجه في المغرب، لحمك كيخنس يزوم عليه. انا بكل صراحه مادام بقى لي انا بكل صراحه، يعني انت عندك واحد المنصب وعندك واحد المهمه تكليفيه اكثر من تشريفيه. ما عرفتش علاش غتبرري وغتشرحي واحد العمل اللي انت مقتنعه به ومتاكده انك عملتيه كما يجب. العمل اللي قمتي به على انك قدمتي شكايه ورفعتيها للسلطات الامنيه، هذا عمل ما خصوش يخليك تبكي، بل على العكس يخليك تفتخري على انك قمتي بالواجب ديالك، بما انك انت جمعيه اللي كتحمي الاطفال من العنف. وهي عنيفه ومهمله في الاطفال ديالها. اذا انت درتي خدمتك، اذا كنا غنبقاو نبكيو على كل حاله، هي الانسانيه مطلوبه، هذه مفروغ منها، ولكن في العمل اللي انت اللي كنتي كتمثليه خصك الحزم. ومادام انني خديت واحد القرار وراكي كيف ما كتقولي راكي متبعه الدوسي ديالها هذه عام وانتيا متبعه الملف ديالها وكتدخلي وكتكتبي التقارير، وكنظن الا تفرجتي غير بجوج ديال اللايفات ديال هذا راه ما غتبكيش، بالعكس راه غادي تفرحي، غادي تبكي فعلا. وكون دوك الاطفال بقاو مع ديك الام المهمله، تبكي فعلا. وقيت اللي كانت كتخرج دوك اللايفات ودوك الاطفال كانت كتعنفهم، تبكي في ديك اللحظه. ولكن دابا بالعكس، دابا راه خصك تزغرتي على انك قمتي بالعمل ديالك، وما محتاج انك تبرري ولا تشرحي لشي حد علاش انت قمتي بهذا العمل. انت درتي الخدمه ديالك. وهاد الناس دابا اللي كيحلوا فمهم وتيقول لك حقا ما بغيناش نحبسوا، من ضمنهم يعني حتى هاد الاخت الصحفيه، هاد الجمله اللي كتكررها وهي جمله خاطئه اساسا. من الصحه ديال ما بغيناش نحبس لشي حد،
ايوا وعلاش حنا داك الحباسات حالينهم؟ علاش حنا هاد الناس كتقرا باش تخرج قضاة ومحامين وكيقراو الدستور؟ علاش حنا كنديروا اساسا الدستور والقانون الا كنا نعاقبوا حتى حد؟ علاش حنايا ما غاديش ندخلوا الناس للسجن الا ارتكبوا الاخطاء؟ والسجن علاش كتحسبوا بانه نهايه العالم؟ علاش ما تعتبروش انه نقطه بدايه؟ السجن راه اصلاح وتقويم قبل ما يكون منه عقاب. السجن راه ردع قبل ما يتوقع شي كارثه. راه ملي كنشدوا واحد الانسان اللي مثلا كيخرج وكيدير سرقه ولا كيدير شي حاجه يعني جنايه جنحه عفوا، فراه حنا كنحميو باش ما يرتكبش شي جنايه. اذا راني كنحميه من نفسه، ملي شديت هاد الهويه اليوم راني كنحميها من نفسها هي وكنحمي الاطفال ديالها. اذا حنا علاش بغينا نخالفوا هي ونخالفوا كلام الله عز وجل اللي في القران؟ راه كاين القصاص وكاين الزجر وكاين العقاب وكاين بزاف ديال الحوايج اللي الله سبحانه وتعالى نزل بهم في القران كنوع من الردع قبل ما يكون عقاب. راني كنردع داك الانسان وكنحميه من شر نفسه، حيت كل واحد فينا عنده واحد النسبه ديال الشر، وإلا ما لقيناش اللي يقومها ويفرانها ويحبسها راه غادي تكبر وغادي تادي الناس اللي دايرين بيه وغتادي حتى راسو هو الاول. اذا علاش غنبكيو حنا على هذا الاعتقال ديال الهيام وحنا ما درنا غير خدمتنا؟ اما تكون عندك الانسانيه هذا امر جميل، والدموع اللي هبطتي كيدل على انك انسانه طيبه، ولكن لا راه ما تبكيش على انك حنت درتي شكايه بهيام، لا تبكي لان دوك الاطفال عايشوا معاها مده ديال 50 وهي كتكرفص عليهم. تبكي على داك ريان اللي كان عايش في واحد البيئه صحيه وجابته عندها تكرفصت عليه ورداتو خدامه وقتلات ليه نفسيته وركبات فيه عقد نفسيه اللي صعيب عليكم الحال دابا باش غتعالجوها. راه قدامكم مهمه صعبه. تبكيو على انكم ما تدخلتوش في الوقت المناسب لهاد الاطفال، اما تبكيو على انكم قدمتوا عليها شكايه هذا غير مفهوم وما عنده حتى شي معنى. هي بلادنا ديالنا ما بغينا لهاش الحبس، ما بغينا لهاش تدمر، ما بغيناش وعلاش كتقولوا ان الحبس غيدمرها؟ الحبس راه غيدير فيها خير، راه غتدخل تعالج، راه غادي تدخل تعافى، راه غادي تدخل وغتهنى من داك رفقاء السوء اللي كانوا دايرين بها. وهنا غنعاود نتكلم عاوتاني على ديك الشله، هذوك الشرذمه، هذوك اللي كانوا مسميين راسهم الجيش الهلامي، اللي مسميين راسهم الطبالات ولي فانز ديال الهيام، وما سببها ولا بقاو معاها غيخرجوا عليها. شي على الاقل ملي غتدخل دابا للسجن وغيتحيد لها التليفون غتبعد على رفقاء السوء والزن ديال دوك الفاسدات اللي كانوا كيطلعوا عندها، اللي كانوا كيطبخوا ليها في راسها، حيت هي فيها بذره ديال الشر ولكن اللي زاد كبر ليها راسها هما دوك المدعمات ديالها، هما دوك الطبالات ديالها اللي ما عمرهم ما نهاوها، هما دوك المصايب الكحله اللي كانوا دايرين بها واللي كانوا كيشجعوا على الشر اللي كانت كدير. حنا ملي كنا كنخرجوا وكنستنكروا وكنقولوا لها هادشي اللي كديري خطا، لو كون خلاونا منا ليها ما كانتش غتوصل لهاد المرحله، كانت غترجع. حيت شكون اللي كيوصل للناس الهاويه؟ رفقاء السوء. شكون اللي كيخلي بنادم يتمادى في الطغيان ديالو ما كيلقاش اللي ينصحوه واللي يردعوه؟ علاش الله عز وجل قال لك لا خير في امه لا يتناصحون؟ علاش؟ لان النصيحه شي حاجه مهمه، والعمل اللي كنا كنقوموا به حنا كقنوات انتقاد هو النصيحه في بديع الامر، واللي ما بقاش كيقضي فيها النصيحه ولينا كنستنكروا وكنطلعوا صوتنا وكنحاولوا انه يوصل للجهات المعنيه باش يتخذوا فيها الاجراءات، لانه السيده مابقاش نافع معها النصيحه، السيده مابقاش باغا النصيحه، ولانه دايرين بها رفقاء السوء اللي دابا غتهنى منهم، اللي هما دابا نيت خارجين دابا كيحلوا فمهم وما عجبوش الحل الاعتقال. علاش؟ حيت تعزلات عليهم، حيت دابا على الاقل لا غيدوروا بها ناس يعني اللي غادي يقدروا ينصحوها للخير، الناس اللي غيربيوها، الناس اللي غيوريوها الحقيقه ديالتها، الناس اللي غيوريوها وجهها في المرايه. هذوك اللي كانوا دايرين بهذوك الطبالات ديالها كانوا سادين عليها الرؤيه، ما كانوش كيخليوها تشوف وجهها في المرايه. ملي كنا كنخرجوا كنقولوا راها غلطات كيقول لك هما لا ما دارت حتى شي حاجه، حيت هي ما كتسمعش الصوت ديالنا حنا، لا هما كانوا حاجز داك الجدار اللي كيمنع الصوت ديالنا يوصل ليها، كانوا حابسين ما بينها وبين صوت الخير وبين صوت الحق. هذوك الطبالات ديالها على العكس السجن فيه خير ليها، لانها غتجلس مع راسها وغادي يدوروا بها ناس اللي غينصحوها، غتكون بعيده على دوك رفقاء السوء اللي كانوا في الجروبات ديال الواتساب واللي كانوا في المداخلات واللي كانوا في البريفي واللي كانوا في العام واللي كانوا كيشجعوا ويقولوا لك اللي بغيتي وغيطلعي ديري اللي عجبك. الام الشريفه العفيفه الحافظه للقران هما كيشوفوها كتشوه بالقران وكتضرب بالقيم الاخلاقيه والاسلاميه، كيقول لها الحافظه للقران. ماشي هادو غرارين عيشه، ماشي هادو شياطين في صفه انسان، ماشي هادو ماشي منع الخير، ماشي كيمنعوا الخير على انه يوصل دوك الاولاد. ملي كانوا كيحرضوها عليهم ما كانوش كيشجعوها ويحرضوها على انها تخرج وترتكب الكوارث، ما كانوش كيقول لها سيري خرجي قصري وديري اللي بغيتي. ايوا كنظن هذو راه فاتوا الشيطان في الهي، باظلوا وجهكم وباظل ضميركم، تبعتوها ومنعتوا عليها انها تسمع النصيحه من عند الناس اللي بغاو لها الخير، ودابا باقيين تابعينها وكتقولوا حق الجمعيات والمخزن ما باغيش لها الخير. زعما نتوما قلبكم على ولادها. والله على ما اقول شهيد. هاد السيده اللي كتشوفوا فيها راه كانت مبرزطه ليا راسي،
لدرجه واحد الوقت بديت كنقولها هي ثاني تقول لي هويا، ايوا اقسم بالله العلي العظيم، ايوا قسما بالله وربي وكتبرزت لي راسي. الو فاطمه الزهراء مع 12 الليل مع 1 الليل مع 10 الليل، شفتي هويا ما شنو دارت، شفتي هويا ما شنو لاحت. فعلا يعني راها كدير خدمتها، وراه هي باغا دير خدمتها ودارت مجهودها ووصلات الشكايه ووصلت الصوت ديال الشارع المغربي وادات الواجب ديالها، هي انها قدمت التقرير اللي على اثره تم استدعاء المسمات هويا مسطار. وانتوما يا فاطمه الزهراء يعني انت اللي كتمثلي الصحافه المغربيه، فين كان الدور ديالكم؟ كنتوا غائبين. انتوما قلتوا ان السيده عيطت لكم مرارا وتكرارا كتستنكر وكتصيفط لكم الفيديوهات، وعلاش ما عمركم ما درتوا شي خرجه حتى نتوما ونددتوا واستنكرتوا؟ يعني على حساب هضرتك فاطمه الزهراء ما درتوش الخدمه ديالكم كسلطه رابعه، ما استنكرتوا ما نددتوا ما درتوا حتى شي حاجه. اي نعم دابا كديروا التغطيه ديال الموضوع الاعتقال، ولكن من قبل ما عمركم ما خرجتوا في الخرجات اللي كانت كدير هيام وقلتوا هذا الشيء راه خطا، او لا نددتوا او لا ناديتوا على شي حاجه والو، لا على اطفال لا على مؤسسات لا على سمعه المغاربه لا على نشر الفساد، ما سمعناش حسكم، ما شفناكمش نهائيا. ولكن المهم هذا ماشي موضوعنا، نرجعوا للموضوع ديال مدام بقالي. وبغي نوصل لك مدام بقالي انه المغاربه الاغلبيه، الا ما غنقول لك 99.99% كلهم بالعكس كيشكروا هذا العمل اللي قمتوا به، وكيشكروكم على انكم كتساهموا في عمليه التنظيف والتطهير ديال السوشيال ميديا من هذه التفاهه ومن هذه السفاله اللي ولات فيه. وكنشكروك بالاخص على انك نقدتي دوك الاطفال وغتاخذوا معهم اجراءات ومتاكدين انهم غيكونوا بين ايدي امنه. اذا مادام بقالي لا داعي باش انك تخرجي تشرحي لشي حد على الخدمه اللي انت درتيها ومقتنعه بها، وخدمه ديالك اللي انت خاصك ديريها، ولا داعي باش انك تشرحي لمن الوحدين اللي اساسا كيدعموا في الفساد، وحدين اللي كانوا كيخدموا بديك هيام وكيتاجروا يعني في الفساد ديالو كيربحوا من موراه الفلوس، الوحدين اللي واخا كانوا كيشوفوها كتكرفص على ولادها ما عمرها ما هزاتهم يعني قلبهم ولا انسانيتهم ولا امومتهم، من وحدين اللي كانوا كيفرحوا ملي كتخرج وهي محيحه وكتسب في المغاربه وكتسب في المؤسسات المغربيه. هادو ما يستحقوش منك انك تشرحي لهم ولا انك تقولي لهم علاش درت وعلاش ما درت. المغاربه الحرار راهم كيشكروك وكيشكروا الاجهزه الامنيه على انها قايمه بالعمل ديالها، وحنا متاكدين انه ما غادي يظلموا حد وما غتظلم لا هاد هيام ولا غيرها، غادي تاخذ العقاب اللي تستحق، انها دارت افعال تستحق العقاب عليها لا اكثر ولا اقل. على العكس راكم وقفتوا الكارثه، لانه هاد هيام هادي كون بقات مستمره ودايرين بها دوك غرارين عيشه ودوك اللي كياكلوا موراها، كونوا على يقين شي صباح كنا غنصبحوا على شي كارثه وعلى شي مصيبه ديال دوك الاولاد. اذا دابا على الاقل كما كنقولوا نقصنا شويه من المصيبه، لان دوك الاطفال راه اكيد راه كيعانيو وغتكون خدمه طويله معهم باش يرجعوا لحالتهم الطبيعي. هي راه ما جني عليها حد، جنات على راسها بالطغيان والجبروت والحقد ديالها والطمع والجشع وسخونيه الراس اللي كترجع بالبروده. ما ظلمها حد، ما تعدى على حد، غادي تاخذ ما تستحقه من عقاب، والمخزن راه ما كيتعدى على حد، واللي ما رباه والديه وما رباه المجتمع المخزن كيربي. حتى لهنا خوتي وخواتاتي نتمنى ان الميساج يكون واضح ورسالتي واضحه. تحيه طيبه مني لكم، الى فيديو اخر، السلام عليكم.